ناس كتير يا جماعه زعلانه عشان كابتن محمود الخطيب مش هيسافر مع البعثه. طبعا الناس اللي بتحب النادي الاهلي وبتحب محمود الخطيب كلنا بندعي له وبنقول يا رب يا رب كابتن محمود الخطيب يلحق بالبعثه بعد ما تسافر، عشان كابتن محمود الخطيب وجوده مع البعثه بيدي حماس للعيبه. وجوده كده في المقصوره، انت كمشجع للنادي الاهلي او لاعب في الملعب بتبص كده تلاقي كابتن الخطيب عايز تفرحه، لان بجد بجد الراجل ده عمل للنادي الاهلي حاجات كتير قوي. الراجل ده يعني جايب صفقات للنادي الاهلي، النادي الاهلي خد معاه بطولات. الراجل ده محقق استقرار اداري، خد بالك من الكلمه استقرار اداري للنادي الاهلي. عايز اقول لك كابتن محمود الخطيب تروح الامارات يعشق حاجه اسمها محمود الخطيب، السعوديه يعشق حاجه اسمها محمود الخطيب، العالم كله بيعشق حاجه اسمها محمود الخطيب، بيبقى ليه احترامه وليه تقديره. يقول لك كابتن محمود الخطيب الاسطوره بيبو رئيس النادي الاهلي. فكابتن محمود الخطيب يعني خاض على بعضه فحوصات، بس الفحوصات ديت اكدت ان هو مش هينفع يسافر مع البعثه بكره، وان هو بس ممكن يلحق مع البعثه بعدها مثلا باربع ايام او 5 ايام ولا حاجه. بس ان شاء الله هيكون موجود في اول مباراه للنادي الاهلي مع انتر ميامي ان شاء الله. كابتن محمود الخطيب زي ما احنا عارفين بحكم السن 71 سنه، فبيجي له حاجه اسمها دوار كده عشان الضغط اللي عنده، فلازم اللي هو يعني يرتاح. الاطباء قالوا له بس ارتاح الكام يوم دول وان شاء الله هتسافر قبل الماتش بيوم او بيومين. فبحب اطمن كل الناس اللي كابتن محمود الخطيب ان شاء الله هيلحق بالبعثه. كمان اقول لك ان كابتن محمود الخطيب هو دلوقتي اللي كان بيقوم بكل الصفقات، على الرغم من ان هو 71 سنه، يعني 71 سنه المفروض بيروح المكتب شغل اداري وبس. لا، كابتن محمود الخطيب كانوا بيبرم الصفقات بنفسه. كابتن محمود الخطيب هو اللي جايب زيزو، كابتن محمود الخطيب هو اللي جايب محمد بن رمضان، كابتن محمود الخطيب هو اللي جايب سيحه بتاع المقاولين. كابتن محمود الخطيب دلوقتي كمان ماشي في صفقه احمد رمضان بيكم، والراجل اللي خلاص هيروح بكره وهيحصل على التاشيره من السفاره الامريكيه. وخلي بالك احمد رمضان بيكهام دوت احنا جايبينه من بق السبع، علي ماهر مش عايز يسيبه، بس احنا جبنا له من فوق من رئيس النادي طارق ابو العينين، كلمه قال له سيبه، هو هيروح النادي الاهلي واللاعب عنده رغبه يلعب في النادي الاهلي. فعلي ماهر متضايق يعني جواه غل للنادي الاهلي، قال له لا ده انا محتاجه عشان عايز اخد كاس الرابطه. قال له يا عم خده، مش لازم بيكهام يكون معاك، بس ورينا هتاخده ازاي. قال له ورينا هتاخد كاس الرابطه ازاي، سيب الراجل يروح يلعب مع النادي الاهلي كاس عالم للانديه، سيبه يعمل له بصمه في التاريخ قدام العالم كله، يدي بصمته في النادي الاهلي. ليه متمسك بيه علي ماهر؟ قال لك اصل انا محتاجه هاخد بيه كاس الرابطه، مش هاخد بيه كاس الرابطه ولا هتشوف كاس الرابطه. انت كل حاجه بس عمال تعند قدام النادي الاهلي، بس هو ده اللي انت بتعمله يا علي ماهر. ما علينا. فكابتن محمود الخطيب بيتعب يا جماعه، حمل النادي كله انا حاسس ان هو شايله. يعني مش بص لمجلس الاداره، بص لمجهود الكابتن محمود الخطيب، هتلاقي كابتن محمود الخطيب هو الاداره، كل حاجه بتتم عن طريقه. اي نعم هو رئيس النادي، بس كل حاجه بتتم عن طريقه، الصفقات عن طريقه. الراجل ما بينامش يا جماعه. فطبعا بحكم الاجهاد الدكاتره يقولوا له ارتاح شويه يعني عشان خاطر تقدر تسافر مع البعثه. فان شاء الله كابتن محمود الخطيب ربنا يقويه، لان هو فعلا عمود اساس في النادي الاهلي. هو فعلا وجوده في المقصوره في مباراه كاس العالم للانديه بتدي روح للفريق، بتدي روح للجمهور، بتدي روح للنادي الاهلي كله.